تاني حاجة عايزة أعملها هي إن أنا أبقى متفهمة لمشاعره دي جاية منين. أجل ده مش معناه إن أنا متفقة مع أفكاره، لكن أنا متفهمة إن هو عنده الأفكار دي أو عنده التصورات دي، فبالتالي جا منها المشاعر دي. وهنا مش مطلوب منك إن أنت تعمل نفسك متفهم أو تقول إن أنت متفهم علشان تهديه وخلاص. المطلوب منك إن أنت فعلا تحاول إن أنت تتفهم، فعلا تحط نفسك مكانه، وفعلا تحاول على قد ما تقدر إن أنت تشوف إزاي ممكن تكون المشاعر دي هو عنده حق فيها أو طبيعي إن هو يحسها. عشان كده هنا أنت ممكن تسأله، ممكن تقول له أنا حاسس قد إيه أنت متضايق ومتفهم، بس عايز أفهم أكتر كل الحاجات اللي مخلياك متضايق. ولما هو يبتدي يتكلم ويعبر عن كل الحاجات دي، تحاول إن أنت تسمعه مش بهدف إن أنت تثبت له إن هو غلطان أو تشوف هو إزاي ما عندوش حق أو حتى إن أنت تدور على حل للمشكلة. ولكن في المرحلة دي المطلوب منك إن أنت تسمعه بهدف إن أنت فعلا تفهم، إن أنت تتفهم إيه الأفكار اللي عنده اللي أدت للمشاعر دي، إيه اللي هو شايفه، إيه اللي هو متصوره، إيه اللي هو فاهمه، سواء كان صح أو غلط. صح أو غلط هنا بمعنى سواء كان من وجهة نظرك حقيقي أو مش حقيقي، اللي أدت إن هو حاسس المشاعر اللي هو حاسسها. في وقت الخلاف وفي وقت الانفعال أوقات كتير الناس بتبقى حاسة إن هي لوحدها، يعني كأني أنا لوحدي في جهة وبقية الناس كلها في جهة تانية، مفيش حد معايا، مفيش حد on my side، مفيش حد فاهمني. المهم هنا ان انت تعملها هي ان انت توصل للشخص ده ان احنا we are on the same side، ان احنا مع بعض، ان انا معاك، انت مش لوحدك، احنا مع بعض في الموقف، احنا الاتنين عايزين مصلحة الشركة، او احنا الاتنين عايزين المشروع ينجح، او لو احنا في علاقة خاصة احنا الاتنين عايزين نحافظ على علاقتنا، او احنا الاتنين عايزين نبقى مبسوطين مع بعض. فساعتها ممكن اقول له حاجة زي انا معاك لغاية لما نحل الموضوع، او اكيد واحنا مع بعض هنعرف نوصل لحل. الكلمات بتاعة إحنا ومع بعض ومعاك دي كلمات بتعمل connectivity، بتحسس الطرف التاني إن إحنا موصولين ببعض، إن إحنا on the same side أو إن إحنا on the same team.